ما انتم مصدقين صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا عيال وشلونكم؟ وش اخباركم؟ عساكم طيبين؟ مقدمتي هذه ما ادري ما هي عجبتن. وش رايكم غيره ولا لا؟ رجعنا لكم اليوم وبشركم يا شباب، الحمد لله والشكر. الحرمان راح من عندي، وان شاء الله راح ارجع لكم بشكل زي اول. الحمد لله والشكر بسلامة وبسبب دعوات الناس لي، والله وناس واجد قاموا يدعون لي. والصراحة أشكركم على الكومنتات، كلكم تقولون لا سلوم تكفى ارجع. بعضهم يقولون سلوم انت قربت ولا تحقق عمر حلمك، ما بقى شيء عن 10,000 مشترك وكذا ارجع. فوالله الصراحة أنا كنت ناوي اعتزل الصراحة، لكن والله سمعت كلامكم، قلتوا بعضكم يقول مو على كيفك تعتزل. الصراحة بدنا الضحك. المهم الحمد لله شكر هنا رجعت لكم. طبعا انا ما اشتغل على شبكتي. شبكتي انا هواوي. زين، اشتريت صراحة السي ما عجبتن. خذيت المودم حق اهالي بيتنا حقهم، شريحتهم زين، ركبتها بحقي وعطيتهم شريحتي السي لان الصراحة زفت، وانا مشتري المودم الحالي عشان بس انزل بو باليوتيوب. المهم رجعنا لكم هنا والحمد لله شكر. الحرمان راح وضبطت اوضاعي، الحمد لله شكر على كلامكم، ضبط اوضاعك ورجع لنا. فالحمد لله وشكر ضبطت اوضاعي، والحين راح ارجع لكم، واحتمال كبير اسوي بث اليوم يا عيال. لان اليوم فاضي وخميس ونعدكم بعد عندنا حرب، يمكن اسوي على بداية الحرب. لكن شوفوا، انا ما اقول لكم احتمال 100% اسوي، احتمال 50% اسوي، 50% لا. لكن بحاول بسوي برنامج التصوير، برنامج البث اذا ضبط صور به. واللي يسأل عنه راح احط اسمه تحت بالدسكريبشن لكم الحين، او اللي يعرف برنامج بث كويس او شيء علما. فهنا الحمد لله شكر اعلن رجعتي لليوتيوب. طبعا هنا شخص قهرا هجم علي وانتقمت منه. جيش الربابيك المشكلة هنا كانت مصانعي شبه فل، لا والله ما هي فل. انتقم مني قهرا. هجمت عليه برخص من جيشه اغلى مني ب3 مرات. هذا الانتقام، هذه قريته. قهرا، قلت هذا لازم ما يقهره، مع ان ما معه 3000 وخذ مني 3000 وانا خذيت منه 2000. لكن قلت والله لا اقهره مثل ما قهرن وحرق قلبي، والله لا حرق قلبه. فزي ما تشوفين هنا استدرجت الدعم. الصراحة طولت وانا استدرج الدعم لان بالغلط حطيت اسم بالزاوية، وهذا خطأ كبير مني، لان كنت بقهر، وانا كنت مستعجل على الهجوم وبقهر بالهيبة. فزي ما تشوفين هنا طببت على طول جيشي داخل. خط مني لما بقى 2 براج وزرد يمين ويسار، كان المفروض لازم تخلص منهن، لكن قلت انا الملك اكيد تتخلص منه لانه ليفل 30. الحين وزرت هنا وزرت هنا، راح يقعدون يسكعون قلب النص. فزي ما تشوفين هنا انهبت وقهرت، وهذا اهم شيء، ابي اقهره زي ما قهران. فانهبته هنا نهب الكسير والجولد، اتوقع اني نهبت منه اكثر من اللي هو نهب مني، لكن هو نهب مني الصراحة. اهم شيء عندي الدارك. فالحين نسبة الدارك ما هي مهمة كثير، لاني اول شيء الملك قاعد يطور ليفل 24، وبعده راح اطور الفالكري ليفل 4 ماكس، بعده راح اكمل على الملك ليفل ماكس، بعده راح اطور بيتي على طول. فالحمد لله وشكر راح مني الحرمان. بعضهم للدرجة هذه ما يدرون وش الحرمان. الحرمان يا طويل العمر نظام جامعي، انا نظامي مقررات.
فالقهر هنا اخر سنة لنا المفروض يتساهلوا معنا. ايه وقفوا هنا 68% تشوفون، جبت عليه 58%. الحين اعلمكم من قوة الانتقام مسوي هنا هجومي دقيقتين ونص. سلوم بعضكم يقول سلوم انت كان يمديك تكسر هذه تجيب نسبة على، انا متعمد ما بجيب 60. تقولوا ليش السلوم؟ ما بعطي حماية 14 ساعة، لو جبت 60% راح ياخذ حماية 14 ساعة. فهو رفع ضغطي، قلت انا ما بياخذ حماية 14 ساعة، فانتقمت منه انتقام مبرح زي ما تشوفين. ايه ونرجع لموضوعنا. يا ريت انا وش كنت اقول موضوعنا. اللهم صل على محمد. وش كنت اقول؟ اسوأ شيء اذا نسيت اللي انت كنت بتقوله. ايه تذكرت الحرمان. ايه بعضكم قول سلوم وش الحرمان وشلون الحرمان. الحرمان يا طويل العمر الحين اعلمكم. انت شخص تعديت حدودك بالغياب، المدرس على كذا يحرمك ما تحضر اختبار النهائي، ولو كنت جايب كل اختباراتك الفاتت الدرجة كاملة ما راح تنجح، خلاص انت انحرمت من المادة، راح تعيد السنة اللي بعده. فانا ما كنت متوقع يجينا حرمان لان اخر ترم لي وروح للجامعة، وهم المدرسة يقولون آخر ترم لكم راح نساعدكم، لكن جت خيانات. فمدرستنا من أسوأ المدارس، مدرسة أهلية صعبة. بعضكم يحس بندفور شاطر بالحياة. والله أنا ماني شاطر شوفوا أنا شويطر شاطر، لكن مو شاطر دفور بالحياة. والحمد لله وشكر رسلنات روحي وشرحت لهم بالكيمياء وضبطت اوضاعي مع الكيمياء، وان شاء الله خلاص ما في ترم صيفي. انا الصراحه اللي قهران ان كل من يوم وانا بو ثانوي خذيت ترم صيفي، وانا بثاني ثانوي هذا خذيت ترم صيفي، يعني مني اخر عطله صيفيه عطلته يا مني بثالث متوسط من طبة الثانوي ولا عطله صيفيه عطلته. تخيلوا التعب هذا اللي قهران. قلت انا ليش حرام والله ابي اعطل بالعطلة هذه بستانس، ومددوا بالعطلة 4 شهور. وش معناته؟ معناته الترم الصيفي صار 3 شهور يا حبيبي بدل ما هو أول شهرين. فهذا النظام. طبعا نظامنا حنا غير عن نظامكم انتم، الحين اعلمكم. طبعا بعضهم مثل نظامنا بعضهم لا. نظامنا يا طويل العمر جلد. شلون؟ انا اخذ 7 مواد بس، بأول ثانوي 7 مواد، بثاني ثانوي 7 مواد، ثالث ثانوي 6 مواد. يا طويل العمر الحين اعلمكم. ال7 مواد اذا تستغربوا ليش بس7 مواد، كل يوم تاخذ نفس المادة مثلا. ايه كل يوم تاخذ نفس مادة، مثلا بكرة كيمياء، البعده كيمياء، البعده كيمياء، البعده كيمياء، البعده كل يوم تقابلوا وجيههم، كل يوم تروح للقاعة هذه للقاعة ذيك للقاعة اللي بجنبه. هذا نظامنا. بعضهم يدري وبعضهم ما يدري، لكن أنا بعلم الما يدري. فالنظام هنا قاعات. أنا الصراحة كيمياء كنت أنا وخويي نسحب نقول يلا خلنا نروح نفطر نستانس، وبعض الأحيان أغيب فهو يسجل الغياب. بعضكم ما يدري حنا نظامنا إذا ما حضرت المدرس يغيبك، في سجل تغيب للمدرس وفي سجل تغيب للوكيل. يعني المدرس أول ما يجي كل مدرس له سجل غياب يحضرك ويغيبك، إذا غبت عنده 15 يوم وفوق راح يعطيك حرمان. هذا النظام. مثلا أنا الحصة الأولى على كيمياء، يجينا كيمياء يسجل غياب، البعده فيزياء يجي الفيزياء يسجل غياب. والمشكلة ان بين كل حصة وحصة يجينا الوكيل ويسجل الغياب. فبالحيل متشددين، يعني لو تطلع وتفطر وتستانس راح يدرون، لان قبلك فيه اكثر من مدرس مسجل عليك غياب. فالنظام متشدد الصراحة،
لكن نظام هذا نظام جامعة، أنا الحين كأني بجامعة، وأصعب من الجامعة بعد، لأن ما في تخصص. لو في تخصص نقول نفس الجامعة، بس ناقص التخصص. فهذا النظام نظام صعب والله يعين، وما هو علمي فوق العلمي، يعني في علمي وأدبي، المقررات فوق العلمي والأدبي من صعبه. فالحمد لله والشكر ضبطت الأوضاع، وإن شاء الله النجاح مضمون دام الحرمان راح. والأسبوع هذا صار علي ضغط 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 ضغط، لأن الترم الحين أنا أعلمك باقي أسبوع كلنا بالسعودية وبالظاهر العرب كلنا بشكل عام. الأسبوع الجاي دراسة، الأسبوع اللي بعده أسبوع ميت. شلون أسبوع ميت؟ داوم تختبر اختبارات شفهية، مو اختبارات يمكن اختبارات شفهية لك ما انت، اما حنا اختبار عملي. يعني كيمياء اسبوع المواد جاي اللي بعده سوي تجارب كذا، تجارب علمية. والفيزياء بعد تجارب علمية. ومثلا فنية اقعد ارسم، حتى الفنية ترون عليه اختبار، والقرآن عليه اختبار. فاحنا الحين ما ناخذ قرآن خلصنا منه. فهذا النظام نظامنا الصراحة بشكل متشدد. فإذا شفتوني فجأة كذا أسحب اعرفوا إن عشان مدرستي. فهذا كان عندنا اليوم، وزي ما كنت أقول لكم احتمال راح أسوي بث وراح أهجم جوي على هذا. طبعا الحرب هذه بعض الظلم، لكن مو ظلم زي الحروب الفاتت. صدق إن عندنا بيتين 10 ضدنا وحنا بيت واحد 11، لا والله ما هي ظلم. فهذا راح امسح جوي ان شاء الله اذا سويت بث، واذا ما سويت بث بعد برضو راح امسح جوي. سهل جدا مسحه. ف وهذا بعد سهل. المهم هذا كان عندنا اليوم، ويلا مع السلامة. طبعا بالحرب هذه نزلت ناس، نزلت هجمات ناس قليلين، مو هجمات ناس، دخلت بالحرب قليلين، لأن إن شاء الله بنضمن الفوز. ومعليش على الحروب فاتت إني ما سجلت، أقسم بالله جاني ضغط ضغط ضغط. والشباب البكات توقع يقدرون ضرب فيه، لأن أكثرهم حسبوني ماخذ باند، لأن قوة سحبتي ما دخلت من زمان. فهنا زي ما تشوفين بديت أهجم اليوم، لأن ارتحت الصراحة من أنا عرفت. شوفوا هجمت كم هجمة، هجمتين 3 هجمات 4 هجمات 5 هجمات 6 هجمات، والله إنجاز. فهذا كان